السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة. القصة ديال السلسلة الثانية من فم السبع. عمر غيتعرض للمضايقة من طرف الأصدقاء ديالو في المدرسة، وغيبقاو يستهزئوا به ويقولوا له انت ولد الخدامة، ولكن واخا هكا كان كيجاوب وما كيحضرش راسو، وما عندوش مشكل ان امو تكون خدامة في المدرسة ديالو، وحيت هو كيعرف يلعب كرة ويسجل ما كيبغيوش يلعبوه معاه. المعاناة غتواجه حتى الأم ديالو، وأسوأ حاجة هو المدير ديال المؤسسة اللي غيتحرش بها ويبغي يتعدى عليها وكيهددها انه غيطرد ولدها الا ما بقاتش على داكشي اللي باغي. حتى لواحد النهار عمر غادي يدابز مع صديق ديالو في المدرسة، وتما غيبغي المدير يستغلها في الضعف ديالها، ولكن الأم الخدامة كرامتها كانت كبيرة ونفسها عزيزة، رفضت تمشي معاه للدار وغادي يطردها ويشوهها في المدرسة بأنها هي اللي تلوطات عليه وغادي تخرج من الخدمة. وعمر وخا صغير جاتو النفس وقرر انه غيخرج يخدم ويدبر على راسو في خدمه في الباركينغ، ولكن الحب ديال الكره خلاه ينسى الخدمه ومشى يلعب مع الدراري حتى سرقوا ليه الماتيريال ديالو. وصدفه هو كيلعب غادي يدوز الجار ديالو اللي عنده ماضي احترافي في كره القدم، وكيف كيقولوا كان رقيقي في الكره، وغادي يكتشف ان عمر عنده في رجليه وغادي يقرر يساعده. مع السلامه والى اللقاء.